اظن كلنا حصل معانا نفس الموقف، بس عمرنا ما سالنا نفسنا هو ايه السبب. وهو ان في حد من صحابنا كلمنا قال لنا تعالى في ايفنت مسابقات ورياضه وبتاع، فانا خدت شنطتي ولبست الجزمه ونزلت على طول عشان انا بحب اتفرج على الحاجات دي. وفجاه في وسط ما انا بتفرج الدم جري في عروق، وقمت لافف على صاحبي كده وقلت له انا بفكر العب الرياضه دي وادخل فيها بطولات. تلاقي فجاه راجل بكرش قاعد جنبك وشنبه 2 متر ويقوم قايل لك بكل هدوء الرياضه دي عشان تبقى بطل فيها لازم تتمرنها وانت صغير. وطبعا انت في اللحظه دي بيكون هين عليك تقول له غرف داهيه ده انت بس السؤال هنا هل الراجل ده كلامه صح؟ وللاسف الاجابه ولا عشان الطول ولا الوزن ولا المرونه ولا كل الكلام ده. في رياضات معينه لو ما بداتهاش وانت صغير مش مستحيل تنجح، بس مستحيل تبقى نسخه البطل. في حاجه في العلم اسمها الفترات الحساسيه للتعلم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في السن الصغير المخ بيبقى زي السفنجه، اي حركه واي مهاره بيدخلها بسرعه وبيبقى ليها سلوك عصبي. وبعد سن معين المخ بيقول لك ثانيه واحده انا خلاص اتخصصت. هو ما اتقفلش بس بقى اتقل. لعبه مثلا زي تنس الطاوله، اللعبه دي مش لعبه ايد، ده مخ جوه الايد. بتشوف الكره، بتسمع الصوت، بتقدر المسافه، بتتوقع الاتجاه وتكرر، وكل ده في اقل من ثانيه. المخ هنا مش بيعمل رد فعل، ده بيسبق الحدث. العلم بقى بيسمي اللي بيحصل ده بحاجه اسمها سنسور موتور انتجريشن، يعني دمج الاحساس بالحركه. العين تشوف، المخ يفسر، الايد تتحرك من غير ما تفكر. لو بدات صغير الواسطه العصبيه بتتبني، بس لو بدات كبير المخ بيقول لك استنى افكر الاول. وطبعا في الالعاب دي التفكير يعني خساره. الدراسات اللي اتعملت على لعيبه بداوا صغير بتقول ايه؟ زمن رد فعل اقل، سرعه توصيل عصبي اعلى، اخطاء اقل، حركه انضف. يعني من الاخر كده نفس العضله بس سلك مختلف، توصيله بتوصل بكفاءه اعلى. والاغرب بقى عملوا تجارب على الحيوانات، حيوانات اتعلمت حركات معقده وهي صغيره، كبرت وهي ادق واسرع واذكى حركيا. ونفس الحيوان بدا بس متاخر، هو اتعلم بس ما وصلش لنفس الدقه. علشان كده في رياضات لما بداتهاش وانت صغير الموضوع هيبقى اصعب، زي تنس الطاوله والجمباز والباليه والملاكمه الفنيه والتايكوندو. كل دي رياضات مخ قبل العضل. بس ثانيه واحده، ده مش معناه انك ما تلعبش رياضه، بس في فرق بين انك تلعب وانك تبقى بطل. في رياضات بتبني جسمك وفي رياضات بتعيد تشكيل مخك، واللي بدا بدري مخه سبق جسمه. واخر حاجه طبعا ما تنسوش ان التفاصيل بتفرق.